عيانه جايه لي معاها اشعه، اول ما دخلت العياده حطت الاشعه على المكتب، يا دكتور انا ركبتي بتوجعني وعملت الاشعه دي. طب يا ستي سيب الاشعه دلوقتي وهنتكلم شويه في الشكوى. الوجع في انهي ركبه؟ الشمال. الوجع بقاله قد ايه؟ 6 شهور. خبطه في وقعه في رجليكي، طقه جامده؟ لا ما فيهاش حاجه، ده هي لوحدها كده. طب في وجع بيسمع الناحيه الثانيه؟ المهم الست استكترت الاسئله بتاعتي، يا دكتور ما انا عامله اشعه. ايوه يا ستي الاشعه على عيني وعلى راسي، بس الاهم من الاشعه هي الشكوى بتاعتي. المهم هودتني وخلصت الاسئله بتاعتي دي على مضض واتفضلي اطلعي على السرير. قالت دكتور اطلع على السرير ليه؟ ما هو سرير الكشف يعني اطلع عليه ليه؟ ما انا كده عامله اشعه. ايوه يا ستي الاشعه على عيني وعلى راسي، بس الاول الفحص الطبي. طب وهي قايمه راح تبص لي كده، طب دكتور مش هتبص على الاشعه؟ يا ستي حاضر ابص على الاشعه، بس الاول ابص عليكي انت اهم من الاشعه. افحص ركبه العيانه افاجئ ان ركبتها اليمين اللي ما بتشتكيش منها فيها خشونه زيها زي ركبتها الشمال، انها فوق ال50 فطبيعي يكون في خشونه. طب لما هو وجع الركبه الشمال زياده ودرجه الخشونه في الشمال زيها زي اليمين، طب الوجع جاي منين؟ فقعدت افحص العصب بتاع الرجل افاجئ ان العيانه عندها التهاب في العصب بتاع رجليها اللي هو عرق النسا. طب نعمل بقى فحص الظهر عشان العصب ده جاي من الظهر، نلاقي ان العيانه بالفعل كل الفحص بتاع الظهر طالع ايجابي، يعني في مشكله في اسفل الظهر. نبعت العيانه تعمل اشعه رنين على الظهر، نلاقي ان عندها انزلاق غضروفي في ظهرها. يبقى اذا العيانه دي لو اتعالجت 100 سنه على الاشعه اللي موجوده معاها بتاعه الركبه وانها عيانه خشونه عمرها ما هتخف. العيانه دي مشكلتها في الاصل جايه من الظهر، والخشونه بريئه من الشكوى بتاعتها. خلاصة الفيديو، طول الوقت بنقابل عيانين بيفكرونا بمعلومة ان الفحص الطبي الدقيق في العيادة اللي هو الكشف السريري في العيادة هو اساس التشخيص. لو مشينا ورا الاشعة عمرنا ما هنشخص العيان صح، ولو العيان خف على العلاج يبقى بالصدفة، لكن الاصل ان احنا نفحص العيان. الموقف اللي انا حكيته ده تقريبا بيحصل معايا كل يوم في العيادة. افتكروا دايما ان اكتر حاجه بيتبني عليها التشخيص وخطه العلاج هو الفحص الطبي في العياده مش الاشعه، والاشعه مجرد مساعد بس. وفي الختام افتكروا دايما ان الامل موجود، وسلام عليكم.